لو انت بتيجي على نفسك في كل حاجة عشان خاطر ولادك، كملي معانا الفيديو ده للآخر. هتكلم النهاردة عن الأم المرمطون. الأم المرمطون دي هي الأم اللي بتيجي على نفسها في أكل، في شرب، في لبس، في كل حاجة من أساسيات الحياة عشان خاطر ولادها، مع قدرتها على العكس. وحط تحتها 100 خط عشان ما حدش يدخل يقول لي اصل انا كده كده ببقى يجيب لنفسي يجيب لابني فبفضل اني اجيب لابني. مش ده اللي انا بتكلم عليه اصلا. انا بتكلم على الام هي تقدر تبقى بتاكل كويس زي اولادها، بتقدر تلبس كويس زي اولادها، بتقدر انها تقدم لنفسها، مش هقول زي يعني، ولو جزء من اللي بتقدمه لأولادها، ومع ذلك هي مصرة ومتفانية وعندها جلد رهيب انها تحرم نفسها عشان خاطر هي بتقدم لولادها، عشان خاطر هي بتحب ولادها. الأم هنا مش بتبالغ في إظهار حبها، ده بتتفانى في إظهار إنها متفانية، يعني بتتعب نفسها قوي في إظهار إنها تعبانة، وبتبقى مستمتعة جدا بشعور الحرمان، ان هي حارمه نفسها وبتدي ابنها الشيء ده، مع انها تقدر تقدم ده لنفسها وتقدر تقدمه لابنها عادي خالص. بس هي هنا لا، هي مستمتعه جدا انها حارمه نفسها، وحاسه قد ايه انها ام مثاليه جدا وانها ام جميله جدا. طب ايه مشكله الكلام ده؟ مشكله الكلام ده ان الام هنا مموته نفسها علشان تشعر ان ولادها بيحبوها، مموته نفسها عشان تشعر بالحب. بالتالي لما بيجوا الولاد يحبوا باباهم، مش هقول يحبوه اكتر منها، يحبوه بس، هي بتبقى متضايقه جدا، بتبقى متضايقه جدا مهما قالت العكس. لان هي بتبقى شايفه ان لا، انا مضحيه، ازاي بتحبوا باباكوا؟ بل ان في بعض الامهات على درجه اضطراب معينه بتتدخل بالوقيعه بين الاب والابناء، يعني تحت مسمى ان قال ايه عشان يربيهم. لا، هي ما بيبقاش عشان كده. بتبقى متضايقه جدا ان ليه علاقه الاولاد دول بباباهم كويسه، وليه علاقتهم بباباهم احسن مني، ده لو احسن منها ده بيبقى الموضوع عندها بقى صعب جدا. فهي بتبقى دايما حاسه بالحرمان، دايما بتبقى محتاجة ان اللي قدامها يثبت لها وبزيادة شوية، زي ما هي بتعمل بزيادة شوية، انه بيحبها. وطبعا هي مش هتلاقي ده، لان اللي بتطلبه ده اضطراب مش اتزان. ده ملوش علاقة بالبر وبالجحود وبالعقوق، لا، هي بتطلب حاجة اصلا مضطربة. دي بتبقى بتطلب من بنتها انها تحبها اكتر من ابوها، تحبها اكتر من اختها، تحبها اكتر من زوجها. بتطلب من ابنها ان لا، يحبها اكتر من مراته، يحبها اكتر من ولاده. وبتضع نفسها في مقارنات هي في غنى عنها اصلا ولا تليق بيها، لان كل حد مننا ربنا خلقه في مكان معين وربنا خلقه في منزلة معينة. لما ما بتلاقيش مقابل اللي هي عاملاه في نفسها ده، هي كده بتشعر ان اولادها دول جاحدين، بتشعر انهم مش كويسين، بتشعر انها مش محبوبة، وبتشعر بالخذلان. والمشكلة عندها هي اصلا في الاساس. نتيجة كمان ان انت يا ستي بتقدمي لاولادك نموذج سيء جدا، وتقدمي للبنات نموذج ان انا لازم ابقى مضحيه، ولازم ابقى جايه على نفسي في كل حاجه، ولازم ابقى مش عارف ايه. بتكبر البنت تعمل كده مع اصحابها، بتعمل كده مع عيلتها الجديده، بتعمل كده مع اي حد. وبيطلع الولد هو كمان معتقد انه المفروض يعمل كده، والمفروض انه يرتبط ببنت ويتزوج بنت تكون بتتصرف بنفس الطريقه. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا ممكنين، ما خلقش مننا مجتمع ضحايا، الراجل قايم بدور الضحيه والست قايمه بدور الضحيه. مفيش الكلام ده، الكلام ده اضطراب صرف. ايه الحل؟ اول حاجة ان انت تنتبهي للحال ده، تنتبهي انك بتعملي كده اصلا، لان في انماط فكرية كتير بتتعمل من غير ما يكون الواحد واخد باله منها. فلو انت بتعملي ده، انتبهي للشيء ده بس، واعرفي ان انت بس محتاجة تقدمي لنفسك شيء من الحب. تاني حاجة بعد ما تنتبهي، اسألي نفسك الحال ده هيوصلك لفين. يعني بعد ما تفضلي عايشة دور الضحية كده، وعايشة دور الأم المرمطون كده قد 10 20 30 سنة، شوفي ده هيوصلك لفين. هيوصلك لفين جسديا وصحيا ونفسيا؟ هيوصل احترامك لنفسك لحد فين؟ هيوصل تقديرك لنفسك لحد فين؟ هيوصل معاملة أولادك ليكي لحد فين؟ وطبعا خليكي عارفة كويس جدا ان انت كده بتعلميهم انهم يا اما يعملوا زيك، يا اما انهم ياخدوا وما يدوش. ما يدوش مين؟ ما يدوكيش انتي. هم هيدوا الكل ما عدا انتي. ليه ما عدا انتي؟ لانهم مش متعودين ان انتي بتاخدي، هم متعودين ان انتي بتدي بس. واذكر في مره ام جميله كنا بنتكلم في الموضوع ده، وقالت لي لا انت ما تعرفيش ولادي، ده انا ولادي حنان الدنيا فيهم، وانا ولادي كذا وكذا. طيب انا اتمنى انهم يكونوا زي ما انتي بتقولي كده فعلا، بس اللي انتي بتقوليه ده مش هيستمر يعني. ففكرت يعني الكلام قلقها تقريبا، ففكرت تجيب لنفسها حاجه، وما كانتش جابت منها لاولادها، واولادها عندهم وفره من الشيء ده اصلا. فقالت لي انا اتفاجئت ان العيال اتضايقوا. لما تحسي بالذنب قولي لنفسك لا عادي، قولي لنفسك انا استحق، قولي لنفسك انا استاهل اني اقدم لنفسي الشيء ده، وقولي لنفسك ان انت عمود البيت. قولي لنفسك ان انت لازم تبقي واقفه على رجليكي وتكوني واقفه كويس، عشان خاطر انت عمود البيت اللي بتقدمي لاولادك كل حاجه. قبل ما بتقدمي لهم خدمه وقبل ما بتقدمي لهم رعايه، انت بتقدمي لهم قدوه وبتقدمي لهم نموذج.
ولو الموضوع صعب قوي عليكي تقدري تستعيني